تعرف شنو راح يصير لجسمك إذا ضليت سهران أو ما نمت لمدة طويلة؟ سنة 1963 كان أكو شاب اسمه راندي جرايدنر. راندي قال أنا أريد أدخل صحيفة جينيس كأكثر شخص ما نايم لفترة طويلة. قالوا له إذا تريد تدخل صحيفة جينيس لازم ما تنام لمدة 11 يوم بشكل متواصل. راندي قال أنا موافق. جاب اثنين من أصدقائه قال لهم كل ما أنا أحاول أنام أنتم تقعدوني، بالإضافة أنه أخذ بعض الأدوية والمنشطات. المفاجأة بعد 11 يوم مباشرة راندي قدر يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر شخص ما نايم لفترة طويلة. بس الشغلة السلبية اللي صارت عنده الأعراض المرعبة اللي ظهرت عليه. الأعراض اللي صارت عنده الاكتئاب، الهلوسة، عسر في اللفظ، وبصعوبة بتنسيق الأشياء. يعني إذا جابوا له قطعة كيك وسكينة وياهم بطل مي، بدل إنه ياخذ قطعة الكيك ويقطعها بالسكينة أخذ السكينة وكان يقطع البطل. والمشكلة نفس الأعراض بالضبط اللي صارت ويا راندي راح تصير ويا نفس الشخص اللي يعاني من قلة نوم لفترات طويلة، يعني قلة النوم بشكل تراكم. الدراسات العلمية حاليا تقول هرمون النمو أو الميلاتونين ينفرز بالجسم من 8 أو 9 مساء إلى 3 فجرا. بهاي الفترة إذا أنت نايم جودة النوم عندك ممتازة. أما إذا ظليت سهران ونمت بالوحدة أو بالثنتين، لو نمت بعد 15 ساعة جسمك ما راح يستفاد من النوم. لذلك أول ما تقعد من النوم راح تلاحظ إنه جسمك متكسر ولا كأنك نايم. ليش؟ لأنه بالفترة اللي جسمك كان يفرز الهرمون يقول لك نام أنت ما كنت نايم بيها. لذلك 90% من الناس عندهم ذاكرة قصيرة المدى. كثرة الحوادث المرورية وخاصة طلاب المدارس اللي يعانون صعوبة استيعابهم للدرس، هذا كله مرتبط بقلة النوم أو إنه ينامون بوقت هو ما مخصص للنوم وجسمه ما جاي يستفاد منه. حتى المنبه إذا تريد تستخدمه بشكل صحيح لازم تخليه منبه مو يقعدك بالنوم، تخليه منبه إنه يقول لك تروح تنام هسه. وسلامتكم.